مرحبا حبايب قلبي، اليوم راح اسوي بسبوسة على الطريقة التركية. اليوم البسبوسة مالنا كلش سهلة وبسيطة. اول ما راح نبدأ راح نسوي القطر. لازم القطر نسويه نكمله ونخليه على صفحة. عندي هنا شريحة من الليمونة راح ناخدها، وعندنا قلاص الا ربع من السكر، وقلاص عندي من المية. يعني شفتوا السكر قلاص الا ربع، بس قلاص من المية حتى الكمية تصير وفيرة. زين. هسه عندي راح اخليه على النار. نحسب من نخليه على النار من يبدأ يفور، نحسب له 10 دقائق او 5 دقائق، ونشيله من على النار ما نريده يشكر. هنا راح نبدأ نسوي البسبوسة. عندي نص قلاص من الزيت، قلاص من السميد ما يكون الناعم، يكون يعني نوعا ما الوسط مثل ما نقول. شوفوا شكله شلون، مو ناعمة تصير الحباية خشنة. عندي قلاص. زين. والسمنة او الزيت اذا تحبون، اذا عندكم دهن عادي، واذا عندكم زيت هم عادي. نص قلاص من الزيت، هي لانه تصير شوية دسمة هاي البسبوسة. زين. او تريدون قلاص الا ربع، انتو الكم الاختيار يعني. بس اني ما احب اشياء انه اسويها هواية دسمة او هواية بيها زيوت وتأثر على اللي يعني اكو بالبيت ما يحبون هاي الاشياء. هنا عندي حليب، نص قلاص من الحليب. زين. وعندي رشة ملح. طبعا راح ناخذ عندنا باودر وفانيلا. زين. كيس واحد الفانيلا 5 غرام، الباودر 10 غرام. عندي معلقة كوب من السكر، لان انتو تعرفون احنا خلينا السكر على النار راح نسوي قطر، فراح نخلي ويا المواد همينة معلقة طعام من السكر. وعندنا 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني مو يكونون باردين بالمطبخ اللي حاطين البيض، يكون بدرجة حرارة المطبخ. زين. وراح نضيف رشة الملح. زين. وهسه راح اخفقهم الى ما تشوفوهم انه زاد الحجم. هسه هنا بعد ما خفقنا البيض وشوفوا الحجم مالته تضاعف. هسه راح نضيف معلقة الكوب من السكر. زين. وراح نخفقها. راح نضيف ويا الفانيلا حتى نكهته تطلع ويا البيض، او اللي ما يحب طعم البيض او نكهة البيض يقدر يخليها بهذا الوقت ويا البيض ويخفقهم. هسه راح اخفقهم. هنا بعد ما خفقتم ضفت شوية من الهيل. حبيت انه اضيف نكهة الهيل، فحبيت شوية اضيف من الهيل. هنا راح اضيف من زيت النباتي. زين. شوفوا اني ما خليته كله، يعني قللت من عنده لان حسيته هواية. هنا حليب همينة بقيت من عنده، ما ضفته هواية. زين. اذا حسيتوا انه القوام مالكم ثخين ضيفوا، بس لانه اني السميد حاطه قلاص، يعني صار عندي تقريبا نص قلاص ضبط بنص قلاص ضبط من الحليب ومن الزيت وقلاص من السميد. هسه ضفت الباودر، كيس الباودر 10 غرام. زين. هنا حركنا. شوفوا كل هاي السوائل اللي عتشوفوها راح كلها تختفي. ليش؟ لانه البسبوسة السميد راح يشرب السوائل كلها. شلون بنقول مثل الشوفان ايش قد ما تخلوه له مية وتخلوه بصفحة راح يروح المي مالته كله يشربه الشوفان. فالسميد هم نفس الحالة. شوفوا القوام مالته، انتو شوفوا قوامها يعني مو خفيف، بس لما تدخلوها بالفرن زين وراح تستوي راح تشوفون. هنا عندي القالب دهنته اني بالزيت. زين. وخليته. هسه راح ندخلها الفرن، ندخلها على 180، نعلق عليها الجوة لما نحس الحوافي انه استوى، وعدنا نعلق عليها اللي من فوق، ونرجع نسوي الصوص اللي عندنا اللي راح نخليه عليها. زين. فهسه راح اني ادخلها الفرن طبعا على سلم النص.
هنا عندي راح اسوي الكريم كراميل حتى نخليها على الوجه. عندي هنا معلقة، عندي قلاص من السكر، لازم نكرمل السكر، قلاص من المية، عندي زبدة، معلقة طعام كوب او طعام من الزبدة، زين، وعندي هنا من معلقتين من النشا، زين. هسه راح اروح على الطباخ واكمل الطريقة مال الصوص اللي راح نخليه على الوجه مال البسبوسة اللي عندنا، زين. هنا عندي خليته المقلاة او طاوة او تبسي عندكم خلوها على النار. هسه راح شنو اكرمل السكر، اخليه واكرمله واحرك بيه زين الى ما يتكرمل عندي السكر ويعطيني اللون الذهبي، اللون انتو تتحكمون بيه، تريدوه كاشفة تريدوه. شوفوا شلون بدا يتكرمل عندي بهذا الشكل، شوفوا بدا السكر يذوب عندي ويتكرمل، زين. فاحنا راح نخليه، شوفوا شلون صار عندي الشكل اتكرمل عندي السكر. هسه راح اضيف، شوفوا ضفت نص معلقة طعام من الزبدة لان شفت الكمية هواية راح تصير. ضفت الزبدة ويا السكر، شوفوا هسه راح يتماسك يرجع السكر لان الزبدة بيها نوع من الحليب فراح يتماسك. فاحنا راح نرجع، فاحنا هسه بهاي الطريقة ذاب عندنا السكر كرملناه وخلينا الزبدة، راح نذوب المعلقتين النشا بقلاص المية ونرجع نضيفه على الكراميل اللي عندنا حتى يصير عندنا شلون نقول مثل الصوص، يصير عندنا يتماسك الصوص. فهنا عندنا شوفوا هسه راح اضيف من المية، شوفوا من تضيفون المية راح تتماسك عندكم، شوفوا تتماسك عندكم السكر يعني يرجع يمسك، زين. واني اضيف له بهالمية وبعدها اذوب النشا واخليها وياهم. لازم تذوبون النشا بالمية بعدها تضيفوها عليه، بس انا خليته بهذا الشكل لانه اريد السكر يذوب. هنا عندي طلعت كملت الكيك العفو البسبوسة عندي، شوفوا منظرها هي وحارة. راح اضيف لها القطر، شوفوا مو ثخين، بهذا الشكل يكون عندي القطر، زين. واشربها اني هيك بعجتها شوية شوية حتى يدخل بداخلها من القطر. بس ما اقول لكم هاي طعمها فتشي رهيب، يعني شي كلش طيب، جربوها. هسه بعد ما بردنا عندنا البسبوسة لازم تبرد. هنا عندنا الكراميل اللي عملناه على الطباخ، رجعت نص قلاص ظل عندي من المية، خليت وياه النشا، الفيديو هنا انقطع عندي وما كملته يعني. فنص قلاص من المية والمعلقتين النشا خليتهم ذوبتهم سوا، بعدين ضفتهم، وين ضفتهم على الكراميل والزبدة اللي على النار، فشوية وثخنة وصار هذا شكلها. خليتها هسه بعد ما بردت عندي البسبوسة كلها، خليتها على البسبوسة مالتنا وشوفي منظرها. وهاي شوكولاتة تريدون اي شي تريدون تزينون بيها، شوفوا بهذا الشكل الرهيب. بس ما اقول لكم يعني تتندمون اذا ما تجربون هاي البسبوسة التركية لانه صراحة كلش طيبة. اتمنى انه استفاديتوا من عندها وشوفوا منظرها وتقدموها للعائلة مع فنجان قهوة، وشوفوا المنظر مالتها وشوفوا الداخل اني زينتها بالبندق همينة، وشوفوا المنظر مالتها وشوفوا الهشة مالتها ولا اروع. يعني عد منتج لكم الفيديو واشتهيتها لانه صراحة كلش تشهي وكلش طيبة. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو وحبيتوا الفيديو، لا تنسون اللايك الاشتراك وتشيرون الفيديو لاحبابكم اصدقائكم اللي يحب يتعلم الطبخات السهلة والبسيطة والحلويات. وانا احبكم هواية، مع السلامة.